بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. مدرسة الصحابة. الصحابي الجليل ثمامة بن أثال. هذا الصحابي إذا تحدثنا عن تاريخه المظلم قبل الإسلام، كان ملك اليمامة وسيد بني حنيفة، أحد الذين كاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام في العام 6 الهجري يدعوه إلى الله وليكون من أهل الإسلام، لكنه تلقى الرسالة بسخرية ثم أعقبها بالغضب، فقرر أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وأعد لذلك العدة لولا أن أعمامه منعوه خوفا من مآلات الفعل. ثم بدأ يترقب للمسلمين في الطرق، فمن مر فرادى أو جماعات كان يقتلهم، أوغل في دماء المسلمين. وإذا تحدثنا عن تاريخه المشرق في الإسلام، فسنجد أن الصحابي الجليل ثمامة بن أثام هو أول من اعتمر في الإسلام بمناسك الإسلام، وهو أول من فرض الحصار على قريش وأذلها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قرر ثمامة بن أثال أن يتجه إلى مكة للعمرة في زمن جاهليته، وأثناء خروجه وقع في الأسر بين يدي الكتيبة التي كانت تحمي المدينة المنورة، فوصلوا به إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقيدوه على سارية المسجد، عمود المسجد، وهم لا يعلمون من هذا. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام يهم بالدخول رآه، فعاد وقال للصحابة: أتدرون من تقيدون؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم تقيدون سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال، فأحسنوا أساره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد منه أن يسلم، فوجه له الرسالة. الآن ستظل النية المحمدية بأن يدخل هذا الرجل في الإسلام، لكن الوسيلة ستختلف. أحسنوا أساره. عاد النبي إلى أهله وقال: أعدوا الطعام وارسلوه لثمامة في المسجد. ثم أمر أصحابه أن يأتوا باللبن من الشياه والنوق. بعد ذلك دخل عليه، قال: ما معك؟ ما بك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن شئت المال سل تعطى ما شئت منه. الرجل حدد الموقف وحسم الأمر، لا يريد أن يأخذ وأن يعطي في الإسلام. تركه النبي عليه الصلاة والسلام، تعامل معه ابتداء بالإحسان الذي سيأسر به قلبه، فإن لم يدخل الإسلام سيحيده. الآن سينتقل معه إلى أسلوب آخر، وهو أن يقدم له الإسلام سلوكا عمليا أمام عينيه. 3 أيام مقيد في المسجد. في اليوم التالي يسأله النبي عليه الصلاة والسلام ويرد بنفس الجواب. في اليوم الثالث بنفس الجواب. فجأة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلن قراره فيقول: فكوا أساره. والرجل في عجب ويتركه، فيخرج من باب المسجد، وهو يسير في الطريق تدور في مخيلته مشاهد صلاة المسلمين المنتظمة، كلمات وألفاظ القرآن التي قد أخذت بتلابيب قلبه، تلك الأخوة والمحبة التي رآها بين الصحابة، نموذج الدولة المصغر داخل مسجد المدينة المنورة. وصل إلى نبع ماء، اغتسل وتطهر، ثم عاد إلى المدينة. عاد من أجل أن يسلم. لو أن ثمامة بن أثال قيد اليوم في مسجد من مساجد المسلمين في الوطن العربي بأسره، هل سيخرج من دينه ويدخل في الإسلام؟
هل سيرى تعاملاتنا في المسجد وصلاتنا وأخلاقنا وسلوكياتنا داعية له لأن ينتمي لهذا الدين كما رآها بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ وصل فقال: يا محمد، والناس في عجب، من أين أتى؟ ما الذي عاد بالأسير؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا محمد، يا رسول الله، لقد أوغلت في دماء المسلمين فكيف أكفر؟ المسلم ينبغي أن يتطهر مباشرة. قال له: الإسلام يجب ما قبله. قال: يا رسول الله، أسرني أصحابك وكنت متجها لأداء العمرة فأذن لي. قال: لكن تؤديها بمناسك الإسلام وعلى شريعة الإسلام. يعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقطع صلاته بالجاهلية. الإسلام يا إخوة معناه التميز، تتميز في هتافك، تتميز في لباسك، تتميز في ثقافتك، تتميز في ندائك. لا تؤدي مناسك العمرة كما كنت تؤديها في الجاهلية. فانطلق، وصل إلى بطن مكة، وإذ بصوت يملأ آفاق مكة: لبيك اللهم لبيك. خرج الناس في غضب، رجل يهتف يرفع شعار الإسلام ويهتف بهتاف الإسلام في أرض الكفر. خرجوا بالنبال والحراب، أرادوا أن يقتلوه، فإذا بقادة قريش يرون سيد بني تميم ملك اليمامة، قالوا: كفوا أيديكم. أرادوا أن يتجملوا معه بأن يسمحوا له بأن يعتمر، فإذا به يفاجئهم قائلا: سأؤدي العمرة ثم سأعود إلى اليمامة، فإذا لم تسلموا وتتبعوا محمد فلن تصلكم حبة قمح أو شعير من اليمامة. كل طعام قريش كان يأتي من هناك. أكمل، وكان أول من أدى العمرة بمناسك الإسلام وعاد إلى أرضه وبلده. الملك عاد من أجل أن يضرب الحصار على قريش. اشتد الجوع، غلت الأسعار، كاد الأطفال أن يموتوا، فذلت قريش بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام بفعل ثمامة بن أثال. أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: اشفع لنا. صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وقال: فك عنهم، فإذا بالحصار ينفك. ثمامة بن أثال نصر الإسلام بقدرة يملكها، بجاهه، بسلطانه. أنا وأنت لو غادرنا الدنيا ووقفنا غدا بين يدي الله، ماذا سنقول لربنا؟ ما العمل، ما الموقف الذي نصرنا به الإسلام؟ اليوم يا إخوة المشكلة، بل قل المصيبة، أن من المسلمين من أعطاهم الله المال وأعطاهم الله الملك والسلطة، ومع ذلك خافوا على المال من أن يذهب وعلى السلطة والملك من أن تنزع، فأصبحوا يراعون العدو أكثر من تفكيرهم بنصرة الإسلام. لم تعد شعاراتهم شعارات إسلامية، ولا هتافاتهم هتافات إسلامية، ولا ثقافتهم ثقافة إسلامية. أصبح الهدف الذي يرجونه أن يرضون أعداءهم. هؤلاء ما تعلموا في مدرسة ثمامة بن أثال. نعم، هنالك نماذج حية: حماس، أفغانستان، سوريا، ليبيا، هنالك من اقتدى بثمامة بن أثال، لكن آن الأوان لكل مسلم أن يعود ليتعلم هذا الدرس في مدرسة هذا الصحابي الجليل ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.